السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية وتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تاكسي اف درايفر. التطبيق ده مساحته 11 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده خاص بالتاكسيات. لو انت عايز تروح اي مكان، عايز تحجز تاكسي او عايز تحجز عربية، بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تحجز تاكسي او ان انت تطلب تاكسي او ان انت تطلب مواصلة ان هي توصلك لاي مكان انت عايزه. التطبيق ده شغال في اكتر من دولة من الدول، في اكتر من دولة في الدول العربية. يعني شغال في الاردن، شغال في العراق، شغال في اكتر من دولة، مش محدد لدولة معينة. فانت بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تطلب عربية توديك اي مكان انت عايزه. بتقدر تعرف سعر التوصيلة من قبل ما تروح. طبعا بتختلف من وقت لوقت. الوقت طبعا بتاع النهار اللي هو بيكون فيه ذروة او فيه زحمة مواصلات بيكون السعر اغلى شوية، وبتكون طبعا عدد التاكسيات قليل. اما بالوقت بتاع بالليل بيكون الوقت طبعا مستريح والوقت الدنيا هادية فيه ومفيش زحمة مواصلات، فبتلاقي الدنيا ساعتها او السعر ساعتها ارخص شوية. طبعا هو بيعرفك سعر الرحله من قبل ما تركب التاكسي او من قبل ما تروح. انت بتكتب له المكان اللي انت، هو بيحدد المكان اللي انت فيه، انت بتكتب له المكان اللي انت رايحه، فهو بيحدد على حسب الكيلومترات اللي انت رايحها او اللي انت هتاخدها هتستغرقها يعني في الطريق. وعلى حسب هذا فهو بيحدد لك سعر الرحله. مشكله التطبيق ده ان هو اول حاجه ناس كتيره بتشتكي منه ان هو مش بيكون دقيق بالنسبة للوقت اللي هو بيكون محدده في ان العربية هتوصل لك. يعني انت بتطلب العربية بيقول لك مثلا العربية هتوصل لك في حدود 5 دقايق، ممكن توصل ل10 دقايق، ممكن توصل لربع ساعة، وممكن اكتر. دي اول حاجة. مشكلة تانية في التطبيق ده ان الناس بتشتكي ان الكباتن مش بيكونوا بيلتزموا بخط السير اللي موجود. طبعا في مشكلة برضو في التطبيق ده، ان اللوكيشن مش بيكون ظاهر قوي او مش بيكون محدد المكان قوي. يعني هو مثلا يحدد لك المكان اللي انت رايحه بس ما بيحدد لكش الشارع بالظبط فين. فيعني ممكن مثلا يبقى عامل لك المسافة اللي انت رايحها 10 كيلو، وتلاقي المسافة بعد ما توصل ل10 كيلو دي تلاقيك مثلا بتلف لك جوه المكان اللي انت روحته كيلو 2 كيلو زيادة. ده الكباتن هم بيشتكوا من الموضوع دول، الكباتن اللي هم شغالين على التاكسيات دي. مشكلة تاني في التطبيق ده ان الكباتن بتقول ان التطبيق مش بيراعي ال مش بيراعي الزيادة اللي هي بتزيد سعر البنزين وسعر قطع الغيار والحاجات دي كلها. والتطبيق بالنسبة له أهم حاجة العميل بس. هو طبعا التطبيق لازم يكون مهتم بالعميل وفي نفس الوقت برضه يكون مهتم بالكباتن، علشان الكباتن دي لو حسوا ان الموضوع مش مجزي معاهم او مش بيجيب لهم مكسب كويس، فهم هيسيبوا. فهتلاقي التطبيق وقع بمجرد لان مفيش كباتن او مفيش عدد ناس موجودة بسيارات، فالتطبيق هيقع. فهو المفروض يعني يتوسط، يعني زي ما هو بيحافظ على العميل وعايز رضا العميل، في نفس الوقت برضه يكون عايز رضا الكباتن. ويعني حتى لو التطبيق هيخسر شوية بس يكون قادر ان هو يكون مراضي للطرفين. طبعا هو التطبيق ده برضو مش للناس اللي هم اللي عايزين يطلبوا تاكسيات بس، هو كمان للكباتن او لاي واحد عنده عربية وعايز يحقق دخل اضافي ليه. فهو بيقدر ان هو يخلي العربية بتاعته يحمل التطبيق ويحاول ويدخل على ان هو يبقى كابتن في التطبيق. وبيتقدم طبعا رخصة القيادة بتاعته والبطاقة بتاعته، وبعد كده بيتعمل له اختبار، ولو نجح فيه خلاص هو بيبقى من ضمن الجروب او من ضمن الكباتن اللي بتبقى شغالين في الجروب. بس كده ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين ريت لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.